في واحد اتسلق اسم شهرة مخيف واتعرف باسم سفاح الجيزة، ارتكب سلسلة جرائم قتل وحياته كانت كلها غموض وتزوير ونصب. تعال اقول لك ايه اللي حصل. اسمه قذافي فراج عبد العاطي، اتولد سنة 1971 بمحافظة الجيزة، وتعلم قانون بس ما اشتغلش محاماة، ودخل الاستيراد والتجارة، وعنده مكتبة ومصنع لعب اطفال. وبين سنة 2015 و2017 قتل 4 اشخاص، صاحبه المهندس رضا عبد اللطيف، ومراته فاطمة زكريا، واخت مراته نادين، وبنت تانية من اسكندرية اسمها ياسمين. الضحية الاولى رضا حط له سم في الاكل وبعدين كسر راسه بآلة حديدية وحط جثته في قبر داخل بيته، والشقة كانت متجهزة لكل ده. والضحية التانية نادين اخت مراته قتلها وسرق فلوسها ودفنها جنب رضا في نفس الشقة. والضحية التالتة فاطمة زكريا كانت مراته، وحط لها سم وضربها وقتلها، وبعدين سرق ذهبها وفلوسها وحط جثتها جوه ديب فريزر عشان ما كانش فاضي انه يدفنها وقتها. والضحية الرابعة بنت اسكندرية ياسمين، وكانت شغالة في محل ادوات كهربية، دخل عليها باسم وهمي وبعدين قتلها ودفنها جوه مخزن المحل. النيابة جمعت اعترافات المتهم وشهود مجاورة وتقارير الطب الشرعي للضحايا، واستخرجت الجثث من اماكن سرية في الشقة، وتحليل الدي ان ايه اكد هوية الضحايا. النيابة كانت كتبت 4 احالات لمحاكم جنايات الجيزة واسكندرية في 2021 في تهم قتل عمد زائد تزوير وانتحال شخصية. والحكم النهائي من محاكم الجنايات حكمت على قذافي بالإعدام في 3 قضايا، ومحكمة النقض أيدت كل الأحكام دي رسميا بحكم نهائي والتنفيذ فعليا بحلول يناير وفبراير 2024، بالإضافة لحكم بالسجن المؤبد في قضية التزوير. والسجل الجنائي بيكشف عشرات القضايا بين تزوير وانتحال شخصية وشهادات مهنية مزيفة، وكل الأحكام وصلت للنفاذ النهائي. سفاح الجيزة ما كانش قاتل وبس، كان نصاب ومزور ومنتحل شخصيات كتير. السجل بتاعه يتقال عنه روايات كاملة عن القبح البشري. ولو انت اول مرة تشوفني يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك علشان يوصل لك كل جديد.